في ال5 سنين الاخرانيين تعلمت برشا طرق باش نسكيلي ونقوي بهم البزنس نتاعي بتواجدي في كندا. وفي الفيديو هذيا باش نعطيك احسن 3 طرق تنجم تبدا تستعمل فيهم في الدروب شيبينج بزنس نتاعك مليون. عسلامة، معاكم صدقي بن يوسف. في القناة هذيا باش نحكي على تجاربي والمعلومات اللي وصلت لها بتواجدي في المارشي الامريكي واللي استعملتها في الدروب شيبينج والاي كوميرس في المارشي التونسي. الوغ كان تحب تستفاد من المعلومات هذيا اعمل سبسكرايب ونبدا الفيديو. ونبداو بالنقطة الأولى اللي هي ال AOV واللي ترمز للافريج اوردر فاليو. واش معناها الافريج اوردر فاليو؟ تو سامبلومون معناها قداش يصرف الكليون في الموين كيف يدخل يقضي من السيت نتاعك. والاي او في نجمو نطلعوها برشا طرق، وانا باش نعطيك احسن 3. والطريقه الاولى انك تعمل ابسيل، والابسيل انك تبيع للكليون حاجه اخرى بعد ما عدى الكوموند في البرودوي الاولاني. ناخذ اكزامبل مثال، امراه عدت كوموند على حوايج لولدها صغير. كيف انت تعرف البرودوي هذاك اوتوماتيكمون للصغار تنجم تعطيها ابسيل مونجاله لصغيرها مثلا. ولا كيف كان مراه في الكوجينه وشريت من عندك برودوي نتاع كوجينه في الموين 20% من العباد اللي عدت الكوموند باش تشري الابسيل نتاعك. ولهنا تلقى روحك ضربت عصفورين بحجر. نفس العبد اللي كان باش يشري قطعه واحده تلقاه شرى من عندك زوز وانت مخلص عليه ليفريزون واحده وسبونسورينغ واحد. والطريقه الثانيه انك تعمل باندلز، والباندلز بالعربي باقه، معناها باش تجمع بين زوز برودويات في باك واحده. ولهنا حاجه اساسيه يلزم تبندل فيها زوز برودويات في نفس النيش، خاطر الكليون اللي باش يشريهم واحد. وفي البندل تنجم تعمل حاجتين، يا يكون زوز برودويات عندهم نفس الفالور، ولا برودوي اساسي ومعاه برودوي فرعي، كما نقولوا مثال باك فيها سروال وماريو. والطريقة الثالثة اللي باش تخليك تدخل أكثر فلوس من كل كليون يدخل يشري من عندك، إنه وقت اللي الكليون خارج باش يخلص في الكارتة الأخرى توريه دي برودوي أخرين تحت الكارتة اللي باش يخلص فيها، ينجم يشريهم ويدخلهم في الكارتة نتاعو. والفازة هذه تصير قبل ما يخلص بالضبط، معناها مش كيما الابسيل عاملين لها باج وحدها واوفر وحدها. واللي عدينا النقطة الثانية اللي تخليك تضاعف الأرباح نتاعك في الدروب شيبينج، إنك تطيح في الكوست نتاعك. والكوست اللي نحكيو عليه أي حاجة تتعلق بالمصاريف، البرودوي، الإشهار اللي تحب أنت. ولهنا برشا حاجات نجمو نعملوهم، وحاجة من أهم الحاجات هذية إنه نطيحوا في الكوست نتاع الإشهارات، خاطر إنك تعمل في الأدز نتاعك على الميتا والفيسبوك باش تخلي البيدجي نتاعك أكثر وتصرف فيه غاديك. وكان البيعة قاعدة تتكلف لك قولوا $10، انك تطيح في سوم البيعه من اهم الحاجات اللي لازمك تركز عليها. باش تقول لي كيفاش باش نطيحوا فيه؟ وانا نقول لك لهنا تركز على الاشهارات نتاعك وتحسن في الكاليتي نتاعهم على الاخر. بون مش على الاخر خاطر لازمك زاده تركز على الكونتيتي نتاع الاشهارات ابار الكاليتي، اما حسن فيهم الماكسيموم بوسيبل. خاطر لهنا عندنا حاجتين نحبوا نطيحوا في السوم نتاعهم. اول حاجه السي بي ام، وثاني حاجه السي بي سي. سي بي ام اللي هو قداش تتكلف لك كل 1000 مشاهده للاشهار نتاعك، وكان نحطوا في الموين اللي على كل 1000 عبد باش يشوف الاشهار نتاعك واحد باش يشري، معناها باش تكون عندها علاقه مباشره. قداش تكلف لك ال1000 فيو، قداش تكلف لك البيعه في الاخر. كان ال1000 فيو باش تكلف لك $3، بيعه باش تكلف لك 3. وكان ال1000 فيو باش تطيح على $0.5، قداش باش تطلع لك البيعه باش تطلع لك $0.5. والسي بي ام نطيحوا فيه كي نحسنوا في الكواليتي نتاع الاشهارات نتاعنا. والسي بي سي اللي هي الكوست بير كليك، معناها كل كليون نزل على البوطون تحت الاشاره نتاعك وتخلي السيت قداش تكلف لك الدخله هذيك. ولهنا نعطيك انفورماسيون مهمه برشا، السي بي ام طيح له في سومو كي تحسن 5 ثواني الاولانيين تاع الفيديو نتاعك، والسي بي سي تحسن فيه وقت اللي تحسن اخر 5 ثواني في الفيديو نتاعك، واللي هما الكول تو اكشن، انك تقول للعميل نتاعك شنيا يعمل بعد ما كمل الفيديو وتفرج للاخر. ادخل للسيت، اطلبنا على النمر الفلاني، ولا ابعث لنا ميساج في الباج. الحاجات هذوما الكل كان ما تقولهمش للكليون نتاعك في اخر الفيديو عادي يتعدى وما يعمل حتى شيء. ولا قد ما تقوي في الكول تو اكشن على قد ما التكلفه نتاع العميل اللي تخليك للسيت نتاعك باش تطيح وتطيح. وحاجه اخرى ما عندهاش علاقه بالاشهارات، اما عندها علاقه بالفورنيسور اللي تشري من عنده في السلعه نتاعك. ولهنا نقول لك ما تخليش روحك مربوط بفورنيسور برك، شوف وتعامل ولوج على بليزيور فورنيسور. حتى كان قاعد تشري من عند واحد برك ومتعامل معاه وجو باقي خلي عندك شوا بي او سي، خاطر برودوي على برودوي ساعات الفورنيسور يكبر كرشو، ولا يجم هو ما عندوش شوا ما ياخذوا بسوم غالي وتلقى فورنيسور اخر شاري بسوم باهي على الاخر. في الحاله هذه الفورنيسور نتاعك مش باش يجم يطيح لك السوم، باسكو الاخر عنده مارج اكبر باش يجم يطيح لك في السوم ويحسب لك صفقه خير. وكيف لهنا شركات التوصيل متعارف عليه في تونس اللي ليفريزون ب$7، اما اللي ما يعرفوش العباد اللي مازالت كي بدات اللي السوم هذاك نيغوسيابل. وفما رقم سحري لهنا اللي هو ال 500 كوموند في الشهر. اكثر لي سوسيتي دي ليفريزون كان توصل معاهم ال 500 كولي في الشهر، هز التليفون كلمهم ديريكت قول لهم احسبوا لي سوم ارخص. ماكش باش تلقى فرق كبير، معناها من 7000 باش يطيحوك لل 4000 مثلا، باش تلقاهم يطيحوا لك $500
دينار كان خلال. اما احسب ال 500 كولي هذيك في 500 كولي في الشهر، وقتها تولي برشا فلوس. وفازة اخرى تجموا تعملوها انكم تستعملوا الفري تولز. برشا تولز نستعملوهم في الاي كوميرس والدروب شيبينج تخلص عليهم فلوس، اما نفس السيرفيس اللي يعطيوك فيه كان تلوي شويه في الانترنت تلقى الارخص وتلقى حتى اللي بلاش. الوغ لهنا باش تطيح لي شارج نتاعك اكثر واكثر لوج على التولز هذوكم. ساعات تلقى بلاتفورم واحده تجمع لك بين زوز وثلاثه وتخلص عليها تكلفه نتاع بلاتفورم واحده. الوغ هذوما حاول ديما تلوج عليهم وتتعدى ديما للي ارفع. باش نعطيكم انفورماسيون بونوس لهنا ما شفت حتى حد يحكي عليها، اللي هي شريان الدولارات في تونس. كما نعرفوا الدولار في تونس يتشرى بالدينار التونسي، باش تنجم تعمل بيه سبونسورينغ بتاعك. ولهنا حاول تشري ديما بأقل سوق. تقول لي كيفاش؟ وانا نقول لك ما تشريش وقت اللي سي بون تستحق باش تشري، اشري ديما وقت اللي تلقى صفقه طياره. ناخذوا اكزامبل، توا السوم قاعد يحوس في 3100، انت ديما اشري بالمسبق ولوج على الفرص. وقت اللي تلقى واحد مهبط كونتيتي كبيره شويه اما بسوم مرفق على الاخر اشريها حتى كانك ما كنت تستحقها وقتها. والحاجات الصغار هذوما راهو يتراكموا ويوليو برشا شارج. على غلمهم بالحاجه وتو تشوف قداش تفضل اخر الشهر. واللي عدينا للنقطة الثالثة وآخر نقطة اللي هي CLV Customer Lifetime Value، وهذه اللي مركزة معاها أمازون في الاستراتيجي متاعها على الآخر. وش معناها CLV؟ معناها في حياته الكليون معاك قداش صرف. ولهنا باش نركزوا على إنه الكليون رجعوه يشري مرة واثنين وثلاث. وقتها باش تلقى روحك من انه كان باش يصرف معك 50 ولا 100 دينار يولي في حياته معك يصرف 500 ومليون. اي وكيفاش باش نرجعوه يشري مرتين وثلاثة؟ انه نعطيه خدمة ما بعد البيع ممتازة. وهذا اللي نشوفوه من امازون، الكليون ديما يلزمو يخرج ساتيسفي. تو امازون تصرف 160 دولار باش تجيب بيعة واحدة تنجم تدخل منها 3 ولا 5 دولارات. كي تغزر لها من الجهة هذه تقول هاي خاسرة 100%. اما الكليون هذاك كي تعديه باكسبيريونس طيارة راه باش يرجع يشتري مرتين و10 و20 مرة القدام. وهذيك الحاجة اللي تركز عليها وهذيك نقطة قوتها في المارشي. وهذا زاد اللي يخليك حتى كان تصرف على كليونات خاسر فيهم شوية تبقى توصل القدام اللي هذاك باش ترجعوا في المستقبل. ولهنا عندنا ديزاستوس نجموا نخليو الكليونات هذوك ما يشريو مرتين وثلاث، انه نعملوا ايميل ليست اللي هي ليستا فيها لي زيميل نتاع العباد اللي شراو من عندنا في حياتنا الكل. والليستا هذيك ديما باش تبقى سبيسيال تستهدفها كان بدي برومو ولا دي زوفر سبيسيال ليهم برك. كيما زادا نجموا نستهدفوهم في الباز دو دوني نتاعنا ونبعثوا لهم ايميل ديريكت، ولي زيميل هذوك ما يكون فيهم دي كود برومو خاصين ليهم يخليهم يشريوا مره واثنين من عندنا. وهذا كانوا 3 طرق واضحه وسهله وبراتيك باش تزيد ارباحك في الدروب شيبينج مليون، تكبر قيمه الاوردر، تنقص مصاريفك وترجع نفس الكليون يشري مرتين وثلاث. السر مش انك تبيع لاكثر عباد، اما السر انك تبيع اكثر نفس العبد. وكان وصلت لهنا معناها استفدت من معلومات حتى شويه. اعمل سبسكرايب خاطر الفيديو الجاي باش يبدلك البزنس بتاعك كومبليتمون.